عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة. بعض الشباب استسلم للضغط الإلحادي، وهو أن الملحدين بيطلبوا أدلة علمية، فبالتالي بيتجه لأي شخص بيعطي لآيات القرآن صبغة علمية، وإحنا طبعا مش ضد ده على الإطلاق، لكن المشكلة أن هو بيعطي للآيات دي صبغة علمية حتى ولو بالباطل. فلما نيجي إحنا نرد ونوضح الباطل يقولك أنت ضد الإسلام، وإحنا طبعا مش ضد الإسلام، لكن إحنا ضد الجهل والعبث اللي بيحصل واللي إحنا بنشوفه وعرضناه في كذا حلقة. إحنا طبعا مش ضد الإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة بالحق وبالدليل، لكن أي حاجة غير كده ده نسميه هراء. لازم نعرف يا جماعة إن الدين فيه إيمان بالغيب، والإسلام فيه إيمان بالغيب. الله تبارك وتعالى قال في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلما تلاقي شخص بيحاول يدي لك تفسير للغيب ده بشكل علمي أو بشكل غير علمي، تعرف إنه دجال وكذاب. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى سماه غيب، وهذا غيب. هل هذا الشخص اطلع على الغيب علشان يعرف مكنون الغيب علشان يخبرك ويدي لك، مش يخبرك بيه، لا، يدي لك ليه صبغه علميه كمان؟ لا، ده بالاضافه الى انه ممكن يعطي لك كمان صبغه علميه لكنها اصلا تطلع في النهايه دجل. فمش اي حد يا جماعه يقول اي كلام كده انت تحس ان هو فيه مسحه عقل ومنطق. الله ده كلام جميل وتامن بيه. طب فين الدليل؟ مثلا ايات القران او سور القران الكريم 114. طب ليه 114؟ خلونا نفتكس ونختار مع بعض. عندك 99 اسماء الله الحسنى وست اركان للايمان، كده ابو كام؟ 105. مش 114. استنى خليهم 114. استنى خليهم دلوقتي 114. نضيف عليهم كمان 5 اركان الاسلام، يبقى كده كام؟ 110. ضيف عليهم الله 4 حروف عدد اسم الجلاله الله، يبقى كده 104. ايوه كده يبقى خلاص. هل الكلام اللي قلته ده منطقي عقلاني؟ مفيش اي دليل على اللي انا قلته. 114 زي 120 زي لو كانوا 108، كل قرآن وأمنا. وبرضه لازم تعرف ان الايمان بالغيب مش جهل، لانك في الاول وفي الاخر انسان مش اله. لو انت عرفت اي شيء او كل شيء عن كل شيء، طب ايه الفرق مثلا ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى في العلم مثلا؟ ما خلاص انت عارف كل حاجه في كل حاجه، وربنا عارف يعلم كل شيء في كل شيء، فخلاص انت تسويت كده انت كده بتأله نفسك. لا طبعا، حتى الملاحده اللي بيتصدقوا بالعلم بيؤمنوا ايضا بالغيبيات. يعني هم عندهم الخليه الاولى اللي جه منها كل البشر، جت منين؟ ما نعرفش. جت ازاي؟ ما نعرفش. مين اوجدها؟ ما يعرفوش. طب انت مؤمن بيها؟ طب تقدر تحطها في معمل مثلا وتكشف وتشوفها وبتاع؟ لا. يعني انت هو مؤمن بغيبيات، فبالتالي هو مؤمن بالشيء اللي بينكره عليك ويقول لك انت ازاي مؤمن بالغيبيات وهو مؤمن بيها. من ضمن الاشياء الغيبيه اللي بيؤمن بها الملاحده وغيرهم ان نظريه الكوانتم او الكم بتقول ان الالكترونات او فوتونات الضوء بتكون عباره عن جسيمات وموجات في نفس الوقت. طب ازاي جسيمات تبقى موجات او الموجات تبقى جسيمات في نفس الوقت؟ نظريه الكم ما تعرفش، ده بالنسبه لهم غيب. مثلا برضو في نظريه الكم ان الالكترونات، وده يعني جسيم متناهي الصغر، الجسيم ده يقدر يكون موجود في اكتر من مكان في نفس الوقت. مش لا، هو موجود في اكتر من مكان في نفس الوقت، ولو جيت تحاول ترصده، انجاز التعبير يعني، بيختار مكان واحد فقط علشان ترصده فيه. طب ازاي بيكون موجود في اكتر من مكان هو نفسه في نفس الوقت؟ ده غيب ملوش تفسير في نظرية الكم. ده بالاضافة لظاهرة التأثير الشبحي عن بعد بين الالكترونات، ودي ايضا موجودة في نظرية الكم. الملاحدة المفروض انهم مؤمنين بيها. طب هل هي غيب؟ لا، هي مش بس غيب، دي يعني اشبه بأفلام الخيال العلمي والأساطير. وأينشتاين نفسه رفض النظرية دي لأنها لا تقدم أي تبريرات علمية. كنا عملنا حلقة قبل كده يا جماعة عن علي منصور الكيالي، وأثبتنا فيها إن علي منصور الكيالي بيأتي بكل ما هو جديد، بيخترع تفسيرات للقرآن الكريم، وأدى إنه يجيب الآية يديلها أي تفسير على هواه، وللأسف الناس بتصدق. من ضمن الخزعبلات اللي احنا مثلا كنا عرضناها في الحلقه اللي يا ريت تشوفوها على اليوتيوب بعنوان قرار ازاله يكشف اسرار علي منصور كيالي، يقول لك انتوا خليتوا الحج في يومين. يا عم ده في ايه في القران بتقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، مش انا، ده ربنا بيقول لك انت جعلت، ده ربنا اللي جعل. يجيب لك ايه بتتكلم عن المشركين فسيحوا في الارض 4 أشهر، يقول لك لا، ما هو ده الامر ده للمسلمين. فاي كلام كان بيقوله، فالناس تظن ان هو اعلم العلماء وان هو بيتصدى للالحاد، فاحنا لما نرد عليه
يبقى احنا كده ايه مع الالحاد ضد الاسلام وده كلام فاكس. المشكلة ببساطة انهم لا بيسمعوا الكيالي ولا بيسمعونا. الكيالي بيستغل جهل كثير من الناس بالقرآن وبالعلم، ويقعد يخترع اختراعات اقسم بالله انا بستغرب بيقولها ازاي، انا مش عارف. بيقعد يخترع ويفتكس حاجات غريبة جدا ويقول لك موجودة، ويحاول يجيب لك النظريات العلمية دي ويقول لك دي ثابتة علميا، ويطبقها على القرآن الكريم، والناس بتقعد تسقف وتهيص والله عليك يا استاذ وكلام جميل جدا بدون اي دليل. احنا ضد ده. يعني احنا كل اللي مطلوب ان انت لما تقعد تتفرج عليه تقول له بس فين الدليل طيب على الكلام ده؟ انت جبت منين الكلام ده؟ ايه الدليل على كلامك؟ ده فقط اللي مطلوب. بعض الناس بعد الحلقه اللي عملناها عن الكيالي كانت بتقول اصل يا جماعه الكيالي بيختلف عن البحيري وعن ميزو وعن الناس اللي بتطعن في السنه دي. انا بقول لهم لا، ما بيختلفش عنهم، لكن ممكن يختلف عنهم في الاسلوب والطريقه، لكن الهدف واحد. ليه؟ لان علي منصور الكيالي بيتعالم وبيتفزلك، بيستغل عدم معرفه الناس وبيتكلم في نظريات وخزعبلات وبيديلها اي مسحه علميه الناس بتسقف له وتفتكر انه عالم. من خلال ده بيخلي القرآن الكريم نص غير مقدس، لأنه بيفسره على هواه، وأي حد يقدر يعبث بهذا النص ويفسره على كيفه، ومن خلال ذلك برضه بيطعن في السنة وبيضعف وبيقول لك على أحاديث كثيرة جدا جدا خرافات ومن عقله. إذا الكيال لا يختلف عن ميزو ولا عن البحيري، وده اللي هنشوفه برضه في حلقة النهاردة. الغريب ان بعض الشباب، وده شفناه في تعليقاتهم على الحلقة اللي فاتت، بيعطوا للكيالي مبررات عشان يقعد يجتهد ان صح التعبير. طبعا